السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق في محتوى الويب دبلومة. بنكمل النهاردة اللي استكملناه في الفيديو اللي فات. في الفيديو اللي فات احنا كنا اتكلمنا على ال HTML. قلنا ال HTML هو موجود ليه، هنستفاد منه ايه، وقلنا احنا بنصمم منه موقع إلكتروني بنعرض بيه مجموعة بيانات، وقلنا بيانات زي ايه، زي الصور زي النصوص زي الفيديو وهكذا. قلنا نقدر نكتب فين لغة HTML، فقلنا نقدر نكتب لغة ال HTML دي في أي محرر للنصوص. محرر للنصوص زي إيه؟ قلنا زي أبسط حاجة النوت باد. كمان اتكلمنا على محرر النصوص اللي احنا هنستخدمه إن شاء الله في الكورس ده، وهو كومودو إيديت. هرفع لكم برضو البرنامج على الدرايف، وهحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. كنا بنتكلم برضو المرة اللي فاتت على اقدر اكتب ال HTML بتاعتي فين كملف. قلنا كملف في اي ملف يكون الامتداد بتاعه .html. كنا بنقول ان البرنامج ده او ايه البرنامج اللي بيشغل ملفات ال HTML اللي انا عملتها. قلنا البرنامج ده اسمه براوزر او متصفح، زي ايه، زي انترنت اكسبلورر والكروم والفايرفوكس والاوبرا والسفاري والايدج ومتصفحات تاني كتير. دي مجرد امثله. النهارده ان شاء الله هنستكمل الجزء الثالث وهو هاو. قلنا ازاي نقدر بقى نكتب لغة HTML. اولا عشان اقدر اكتب لغة HTML فلازم ابقى عارف ان انا عندي مجموعة من الاوامر للغة دي. يعني ايه؟ يعني انت من شوية كنت بتقول انك انت تقدر تكتب لغة ال HTML دي في اي محرر نصوص زي النوت باد. فلو انا مثلا فتحت كده النوت باد بتاعتي، هل لو انا كتبت هنا مثلا اي حاجة ده معناه ان انا بكتب HTML؟ لا، ده مش معناه ان انت بتكتب HTML. بس انت قلت لي ان ال HTML ده بيتكتب في حاجه زي النوت باد، اوكي. بس النوت باد ده هو محرر نصوص، يعني مش بتكتب فيه HTML بس، انت ممكن تكون بتكتب فيه اي تكست عادي. طب مين اللي يقول انك بتكتب HTML؟ اولا علشان تقدر انك تكتب لغه HTML، فاوامر لغه ال HTML دي بتتكتب ما بين علامات بيسموها انجل تاجز. انجل تاجز او الاقواس اللي هي واخده زاويه، اللي هو القوس اللي بالمنظر ده اللي هو شيفت حرف الواو من الكيبورد، والقوس اللي بالمنظر ده اللي هو شيفت وحرف الزين من الكيبورد، والكيبورد بتاعتك طبعا لازم تكون انجلش. طيب يعني اوامر لغه ال HTML بتتكتب ما بين التو براكت دول او الاقواس دي؟ بتتكتب لازم جوه الاقواس او اللي بيسموها الانجل تاجز بالمنظر ده. طيب يعني لو انا جيت عملت كده وكتبت اي حاجه هنا ما بين انجل تاجز، هل اللي انا كاتبه ده HTML؟ برضه لا. طب ليه؟ ما انت قلت لي اكتب في نوت باد، انا بكتب في نوت باد، وقلت لي ان ال HTML بيتكتب في انجل تاجز. انا حطيت لك اهو انجل تاجز، بس مش اي حاجه بتتحط جوه الانجل تاجز دي. امال في مجموعه اوامر بلغه ال HTML هي اللي بقدر ان انا احطها جوه الانجل تاجز دي. أوامر ثابتة ومعروفة، وهي الأوامر اللي إحنا بنستخدمها. كل أمر من الأوامر دي بيستخدم لعرض نوع معين من البيانات. يعني إيه؟ يعني لو أنت كنت عايز تعرض صور، فالصور دي ليها حاجة بتعرضها. لو أنت عايز تعرض نصوص، النصوص دي ليها حاجة بتعرضها. لو أنت عايز تعرض فيديو، الفيديو ده ليه تاجز بتعرضه، الجداول وهكذا. إحنا هنا كاتبين نص مكرر. فكل امر من اوامر اللغه بتاعتي دي، كل امر من اوامر اللغه بتاعتي دي ليه تاج. التاج ده هو اللي هو بيقدر انه يعرض البيانات دي او النوع ده من البيانات. فمش بكتب اي حاجه ما بين الانجل تاجز. طيب جميل، يبقى انا عرفت هنا ان انا هنا بكتب الاوامر بتاعه لغه HTML. بالمناسبة خلونا نكبر شوية بقى، يعني هي مش بيسموها أوامر لغة HTML، هم بيسموها HTML tags. الأمر بتاع لغة ال HTML بنسميه تاج، بنسميه تاج. فأوامر اللي هي التاجز أو HTML tags. يبقى أنا بعد كده في الكورس لما أقول التاج بتاع كذا، يبقى أنا فاهم إن ده أقصد الأمر بتاع النصوص مثلا، الأمر بتاع الصور مثلا، وهكذا. طيب ايه هي الاوامر دي؟ اولا علشان نتعرف على الاوامر دي لازم اكون عارف برضو ملحوظة مهمة جدا. ايه هي يا سيدي الملحوظة دي؟ اولا انت بتعرض مثلا نصوص، وهتعرض بعدها مثلا جدول، وهتعرض بعدها فيديو. اللغة تفهم منين ان حضرتك دلوقتي كنت بتعرض نص والنص ده خلص وانتهى وهتعرض بعديه حاجة جديدة؟
يعرف منين انك الفيديو اللي انت كنت بتعرضه في الموقع الكود بتاعه انتهى وهتبتدي تعرض دلوقتي بالكود جدول. يعرف منين انك انت دلوقتي انتهيت من عرض الجدول وهتبتدي بالكود تعرض حاجة جديدة زي صور مثلا، وهكذا. طيب ال HTML بيعرف انك بتبتدي بالكود بداية العرض بتاعتك للبيانات عن طريق ان حضرتك هتكتب التاج بتاعك بالمنظر ده. خلي بالك وانت بتكتب التاج مفيش اي سبيسز ما بين الانجل تاج البداية دي وما بين الامر نفسه اللي انت هتكتبه. لو انت كتبت التاج بتاع ال HTML بالمنظر ده فده بيسموه كده، بيسموه opening tag. يعني التاج اللي ببتدي بيه بداية العرض، التاج اللي هعمل بيه بداية عرض ايا كانت الداتا بقى، صور، نصوص، فيديو. طيب لو انا دلوقتي الاوامر بتاعتي انا خلصت عرض النص اللي انا كنت بكتبه عايز اعرضه على الموقع خلص. افهم ازاي الموقع بلغة ال HTML ان الجزء ده من الكود بينهي عرض النص؟ نفس التاج اللي انا كتبته ده. هتقولي طب ايه ده؟ امال ايه الفرق؟ يفهم منين ان ده اوبننج ولا كلوزنج؟ لو انت عايز تقول ان هو اوبننج تاج هتكتبه بالمنظر ده. لو انت عايز تقول له ان هو كلوزنج تاج او تاج بتنهي بيه عرض البيانات هتيجي في البداية قبل التاج بتاعك وتحط السلاش بالمنظر ده. لما تكتب التاج وقبليه سلاش بالمنظر ده فده معناه ان ده اسمه closing tag. ده تاج انا بقفل بيه عرض البيانات. يبقى انا عندي تاج ببتدي بيه عرض البيانات وعندي تاج بانهي بيه عرض البيانات بتاعتي. يبقى opening tag و closing tag. جميل. يبقى انا دلوقتي كده فهمت ان انا بعرض الداتا بتاعتي او البيانات بتاعتي عن طريق الانجل تاجز دي، وبحط ما بين الانجل تاجز دي امر ال HTML اللي احنا لسه هنتعلمه. وفهمنا ان لما باجي اعرض اي داتا ايا كان البيانات دي ايه لازم اقول له ده بداية البيانات ودي نهاية البيانات. ازاي اقول له دي بداية عرض البيانات؟ هكتب الامر بتاعي بالمنظر ده. ازاي اقول له ان دي نهايه البيانات؟ هكتب الامر بتاعي بالمنظر ده بس يبقى بدايه الامر فيه سلاش. السلاش دي معناها ان هو كلوزنج تاج. جميل، كل ده جميل. طيب عايز ابتدي بقى اعمل صفحه. ابتدي اعمل صفحه ازاي؟ اولا علشان تعمل صفحه بلغه ال HTML، علشان تعمل بيج بلغه ال HTML ففي شويه قواعد كده لازم نمشي عليها. ايه هي يا سيدي القواعد دي؟ اولا انت لما بتيجي تفتح البراوزر بتاعك، البراوزر بتاعك ده متقسم لاجزاء. اولا بتلاقي فوق كده في العنوان بتاع البيج اللي انت فاتحها هنا. وثانيا بتلاقي المساحه الكبيره اللي قدامك اللي لونها جراي دي المساحه اللي بتظهر فيها اللي انت بتعرضه في الموقع. يعني لو انت بتعرض صور او فيديوهات او نصوص هتلاقي هنا في المساحه دي بيتعرض النص او الفيديو او الجدول او ايا كان اللي انت بتعرضه. انما اسم الموقع نفسه واللوجو بتاع الموقع بتلاقيه بيتعرض فوق هنا في التاب اللي فوق. يعني التاب اللي فوق دي مجرد انفورميشن عن الموقع، اسم الموقع ايه، اللوجو بتاعه ايه، وهكذا. انما الجزء الكبير اللي تحت ده هو الجزء اللي احنا بنعرض فيه الموقع بتاعنا. كذلك التقسيمة اللي احنا بنقولها دي، التقسيمة دي موجودة في ال HTML وهي دي التقسيمة اللي هتبني بيها اي صفحة. يعني اللي انا هقوله ده لازم لما ابتدي اي صفحة HTML لازم اللي انا هقوله ده يبقى موجود. طيب ايه بقى اللي لازم يكون موجود؟ اولا انت بتقول ان النوت باد دي بيتكتب فيها نصوص عاديه او ممكن نص بلغه HTML. طيب مين بقى اللي قال ان انا بكتب نص عادي ولا نص HTML؟ هيفهم منين؟ اولا عشان تكتب نص بلغه HTML او تكتب عموما HTML يعني، فاول حاجه لازم اروح رايح كاتب كده تاج واقول له HTML. مش ده opening تاج يبقى اوتوماتيك اكيد ليه مين؟ closing تاج. يبقى ال HTML البداية والنهاية دي بتفهم البراوزر بتاعي ان ال HTML كود ده بدايته وده نهايته. اي حاجة قبل ده مش HTML، اي حاجة بعد ده مش HTML. ال HTML بس ما بين دول، ما بين التو تاجز دول. طيب صفحة ال HTML احنا قلنا بتنقسم لحاجتين: مكان بحط فيه الانفورميشن او المعلومات بتاعة الموقع زي اسم الموقع واللوجو بتاعه، ومكان بعرض فيه البيانات بتاعة الموقع. فرق ما بين البيانات والمعلومات. البيانات دي الحاجة اللي انا بعرضها لليوزر،
المعلومات دي الانفورميشن او المعلومه اللي انا بقولها لليوزر عن الموقع بتاعي، معلومه زي ايه؟ زي اسم الموقع. معلومه زي ايه؟ زي اللوجو بتاع الموقع بتاعي ايه، او الشعار يعني بتاع الموقع. طيب ازاي اعمل التقسيمه دي؟ اولا التقسيمه دي جوه ال HTML بتتعمل كده جوه تاج اسمه head. يعني ايه head؟ head معناه رأس الموقع، وزي ما في opening تاج للhead في closing تاج للhead. طيب والجزء اللي انا بعرض فيه البيانات بتاعه الموقع، اللي بعرض فيه الصور والبيانات دي، الجزء ده بعمله في تاج اسمه body. في تاج اسمه body. يبقى body وفي برضو مين؟ سلاش body. يبقى انا عندي HTML ده معناه ان انا ببتدي كود ال HTML من اول هنا لحد هنا. ال HTML ده الصفحة دي متقسمة لجزئين، head وبادي. الهيد ده اللي انا بحط فيه information عن الموقع، والبادي ده اللي انا هعرض فيه البيانات بتاعت الموقع بتاعي. يعني لو انا عملت كده ببساطة، لو انا قلت كده، انا عندي الراس الكبيرة قوي اللي هي مين؟ اللي هي ال HTML. ال HTML ده مقسوم لحاجتين. ال HTML ده مقسوم لحاجتين. الحاجة الأولى هي الهيد، والحاجة التانية اللي هي مين؟ تمام، اللي هي البودي. خلي بالك عشان احنا بنقع في أخطاء كتير. ايه الأخطاء الكتير دي؟ تيجي هنا انت تكتب HTML head وتروح عامل لي كده جواها، تروح عامل لي كده body. الكلام ده مش مظبوط. هو البادي ده مش خارج من الهيد، البادي ده خارج من ال HTML. فالبادي ده لازم يبتدي يتفتح بعد ما انا اقفل الهيد، بعد ما اقفل الراس بتاعت الموقع، راس الموقع وجسم الموقع. راس الموقع اللي فيها المعلومات، اللي فيها المعلومة زي ايه؟ زي عنوان الموقع. جسم الموقع اللي فيه بقى البيانات، اللبس اللي بيظهر، الشكل اللي بيظهر، البيانات اللي انا عايز اظهرها. يبقى انا عندي الهيد والبادي هما الاثنين خارجين من ال HTML. يخرج بقى من الهيد مجموعة تاجز او اوامر هنتعرف عليها بالتفصيل في الكورس. يخرج من البادي مجموعة اوامر هنتعرف عليها برضو في الكورس بتاعنا. يبقى HTML head body. طيب الهيد قلنا معلومات زي عنوان الموقع. عنوان الموقع ده بيتحط فين؟ بيتحط فيه تاج اسمه title. title وبرضو مين؟ تمام، سلاش title. هنا ابتدي احط بقى معلومة زي عنوان الموقع او عنوان الصفحة بتاعتي. الاكواد دي هي الاكواد الاساسية علشان تقدر تعمل اي موقع الكتروني. لازم تمشي التاجز دي بالترتيب، بعد كده تبتدي تحط بقى اللي انت عايز تعرضه في الصفحة بتاعتك. تعالى نعمل مثال. اولا تعالوا نتعرف على الواجهه بتاعه برنامج كومودو. لما تفتح برنامج كومودو اللي انا هحط اللينك بتاعه في الديسكربشن لو حابين ان انتوا تنزلوه، لما تفتح برنامج الكومودو هتلاقي الموقع او البرنامج اسف بالمنظر ده. لو انت عايز تفتح لغه ال HTML، احنا طبعا قلنا في اول الكورس ان احنا شغالين على الاصدار رقم 5 HTML5. لو انت عايز تفتح صفحة بلغة HTML، فأنا هروح أختار من هنا كده New File From Template. لما أفتح New File From Template هيفتح لي الشاشة اللي قدامي دي، اللي منها تقدر تختار إيه اللغة اللي أنت عايز تكتبها. دي كلها لغات تقدر تكتبها باستخدام برنامج الكومودو إيديت. إحنا عايزين HTML5. دبل كليك على HTML5 هيفتح لك شاشة جديدة. الصفحة دي موجود فيها الأوامر الأساسية بتاعة لغة HTML. طيب ادي ال HTML وادي الهيد وادي البودي. مين بقى دوك تايب HTML اللي فوق ده؟ انت قلت لنا من دقيقة كده ان احنا شغالين على HTML الاصدار رقم 5 HTML5. طب هو البراوزر يفهم منين انت بتكتب انهي اصدار؟ البراوزر بيفهم من السطر ده. لما حضرتك بتيجي في بداية الدوكيمنت او في بداية المستند او في بداية صفحة ال HTML بتاعتك تقول له دوك تايب. دوك تايب، دوك اختصار لكلمة دوكيمنت.
يعني وثيقه مستند. تايب معناه نوع المستند او نوع الوثيقه بتاعتي HTML. لما بكتب السطر ده من الكود بيفهم ان ده صفحه مكتوبه بلغه HTML الاصدار رقم 5. طب هو الاصدار رقم 4 كان شكله عامل ازاي؟ لو انا عايز اعمل اصدار رقم 4 وليكن مثلا نيو فايل فروم تمبلت وقلت له HTML فيرجن 4، بص الفيرجن 4 كان المنظر كان عامل ازاي؟ كان دوك تايب HTML وبعدين لازم اكتب الكام سطر دول واعرفه في الكام سطر دول ان انا بستخدم الاصدار رقم 4. في الاصدار رقم 5 ابتدوا يسهلوا حاجات، يعني انت مش محتاج تكتب السطور دي كلها، لا مش محتاج تكتب كل ده، انت كل اللي محتاج تكتبه دوك تايب HTML. انا كده فهمت انك بتكتب فيرجن 5. بالمناسبة هو ايه الفرق ما بين فيرجن 5 والفيرجنز اللي قبل كده؟ الفرق بس بسيط ما بينهم، شوية تاجز زادت وشوية تاجز اتلغت، شوية تاجز ما كانش ليها لازمة ووجودها ما كانش ليه لازمة ومش فارق، فابتدوا ان هم يشيلوا التاجز دي. شوية تاجز انا محتاجها ولازم الموقع اعمل فيه العرض بالشكل ده، ابتدوا ان هم يزودوا التاجز دي، هنتعرف عليها في الكورس واحنا بنشرحها. هقول لكم ان ده تاجز ظهر في HTML5 فقط. طيب انت يا باشمهندس وانت بتشرح دلوقتي انت كنت كاتب HTML وخدت سبيسز كده وعملت هاد وخدت سبيسز كده وعملت تايب، ده شكل تنظيمي بس مش اكتر، عشان لما يبقى في عندك ايرور او مشكله في الموقع عينك تبقى سهل بالنسبه لك انك تقدر تجيبها بسرعه. يعني ادي ال HTML عيني بسرعه جابت، لو انا مثلا نسيت اقفله ده انا نسيت اقفل ال HTML. الهيد تحتيه القفله بتاعته، البادي تحتيه القفله بتاعته، كل مستوى تحت بعضه. يعني ده احنا زي ما كنا بنشرح كده في الرسمه، ده الكبير اللي هو الاب الكبير اللي هو ال HTML، فخلاص ده على مستوى لوحده. لما شفنا ال HTML بيخرج منه فرعين هيد وبادي، فتلاقي الهيد والبادي على نفس المستوى. التايتل خارج من الهيد، يبقى التايتل داخل مستوى جوه الهيد. طبعا زي ما قلت لكم ده ما بيفرقش في التنفيذ، يعني حتى لو انت كاتب الكلام ده كله في سطر واحد التنفيذ واحد ما فيهوش مشكله، هيطلع لك نفس النتيجه. ولكن الشكل التنظيمي اللي انا بقول عليه ده بس ده شكل تنظيمي للكود عشان لما يكون عندك ايرور تقدر تكتشفه بسهوله. فانا هاجي هنا على الهيد وادخله مسافه لجوه. المسافه دي بدخلها ازاي؟ بضغط على زرار تاب من الكيبورد، لو ضغطت تاب بيدخل لك الثمان مسافات دول لجوه، لو ضغطت شيفت وتاب من الكيبورد بيرجعك 8 مسافات لورا. نفس الكلام ادي البادي وسلاش بادي، هضغط تاب من الكيبورد هيدخلني مسافه لجوه. كده HTML اهو تحت بعضه، كده الهيد اهو تحت بعضه، كده البادي هو كمان تحت بعضه، وادي التايتل بتاعي. التايتل هحط فيه عنوان الصفحه بتاعتي. خلونا نسيف الاول واشوف قبل ما اكتب العنوان الشكل ده هيبقى عامل ازاي. هسيف ازاي؟ عادي ممكن انك تروح من قائمه فايل كده وتضغط على سيف، وممكن تروح من هنا كده من الديسك ده وتضغط سيف، وممكن من الكيبورد تضغط كنترول واس وتضغط سيف. انا هروح على الديسكتوب بتاعي واروح على اعمل فولدر جديد كده واكتب فيه HTML. كده انا عملت فولدر جديد، اوبن الفولدر ده، وليكن سميت الصفحه، بيقول لك سمي الفايل ده بالاسم اللي انت عايزه، قلت له هسميه وليكن مثلا اندكس. وطبعا قلنا عشان يبقى بيفهم ان ده HTML لازم احط كده دوت HTML. يبقى انا سميت الصفحه بتاعتي دي اندكس وقلت له دوت HTML، وهنفهم قدام دي سميتها اندكس. طيب سيف، كده انا حفظت الصفحه بتاعتي واتغير اسمها اهو فوق لاندكس دوت HTML. تعالوا كده نروح نشوف الكلام ده. ادي الفولدر بتاع ال HTML اللي كريته، وادي الصفحه اوتوماتيك خدت مين؟ خدت الشكل بتاع البراوزر بتاع الكروم. هضغط عليها كده اوبن، خلينا نفتح كده. ادي الاندكس بتاعتي، انا بس هفتحها في براوزر كده منفصل عشان بس ايه الدنيا ما تبقاش سايحه على بعض. ادي البراوزر اهو، وادي الصفحه بتاعتي. عادي انت عندك هتضغط دبل كليك، انا بس عشان فاتح تابس موجوده عندي فعشان الدنيا ما تتلخبطش في بعض. فادي index.html. طب هو ليه افترض ان ده التايتل بتاعي؟ افترض ان ده التايتل بتاعك لان انت لسه ما كتبتش حاجه هنا، فخد اسم الملف وكتب بيه التايتل. طب انا رحت رايح قايل له ان التايتل بتاعي مثلا سميته فيسبوك، هروح اعمل سيف،
هروح ارجع على البراوزر اعمل ريفرش، هلاقي اوتوماتيك ادي عنوان الصفحه اتغير. طب هو ليه الشكل بتاعي ده هنا، ليه الصفحه بتاعتي كلها ابيض كده؟ لان انت لسه ما كتبتش حاجه في البادي، انت لسه ما عرضتش اي حاجه في البادي. فوليكن مثلا لو انا كتبت هلو وورلد ورحت عملت سيف ورجعت هنا عملت ريفرش، هلاقي مكتوب ادي هلو وورلد بتاعتي. يبقى انا كده عرضت حاجه في البادي بتاع الموقع او في الصفحه بتاعتي. يبقى احنا النهارده اتعلمنا ازاي ان انا اقدر اكتب HTML لازم يكون ما بين انجل تاج. فهمنا ان التاج بتاعي هو امر ال HTML وليه نوعين، يا اما opening يا اما closing تاج، يا اما ببتدي بيه العرض يا اما بنهي بيه العرض. وفهمنا ان في اوامر اساسيه لل HTML زي تاج HTML ان انا اقدر افهم بيه البراوزر ان كود ال HTML بيبتدي من اول هنا وبينتهي هنا، وابتدي اقسم الصفحه بتاعتي لجزئين، الراس اللي هي الهيد والبادي اللي هو جسم الموقع. الراس دي الدماغ اللي انا بحط فيها انفورميشن او معلومه زي ايه، زي التايتل عنوان الصفحه. البادي الجسم اللي انا بظهر فيه بقى كل البيانات اللي انا عايز اعرضها في الموقع، زي الصور زي النصوص زي الجداول زي الفيديوز وهكذا. وابتدينا نعرف ازاي ان احنا نقدر نفتح البرنامج، كتبنا التايتل اي حاجه وكتبنا اي رساله في البادي ورحنا فتحنا الموقع بتاعنا، ظهر الاسم بتاع الصفحه بالمنظر ده اللي هو التايتل، ظهر التكست اللي انا كتبته في البادي بالمنظر ده. لحد كده احنا هننهي السيشن بتاعت النهارده. من اول السيشن اللي جايه هنبتدي بقى ناخد مجموعه اوامر علشان نفهم الاوامر دي بتعرض ايه. يعني هنتكلم هذا الامر ده بيعرض النص، الامر ده بيعرض الصوره، الامر ده بيعرض الفيديو وهكذا. كده احنا فهمنا ال HTML. كل اللي جاي بقى هقول لك ان التاج ده بيستخدم لعرض النوع ده من النصوص. اتمنى ان السيشن يكون خفيفه والناس فهمتها. طبعا ما تنساش انك لو حابب تسأل على اي حاجة تقدر تكتب كومنت وانا هرد عليك فورا. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو علشان المحتوى يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس تقدر ان هي تستفاد بيه. وانا كنت سعيد جدا معاكم. شكرا جدا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.